الجلاش الحلو من الوصفات الحلويات الشرقية اللذيذة جدا اللي مختلفة في أشكالها وفي حشواتها، لكن كلها طعمها لذيذ جدا ومحبب جدا للجميع. هنعمل مع بعض النهاردة صينية الجلاش الحلو محشية مكسرات بطريقة سهلة جدا جدا، وهعلمك ازاي تعملي شربات الحلويات الشرقية بطريقة مظبوطة وبطريقة سهلة كمان. انا عملت في القناة الجلاش اساور، وكانت وصفة ناجحة جدا وبفكرة جديدة وكان حلو جدا. وعملت كمان لو الجلاش ركنتيه في الفريزر ونشف معاكي ومش عارفة تعملي بيه ايه، عملت بيه وصفة فطيرة الجلاش كانت تحفة جدا جدا. هسيب لكم رابط الفيديوهين في صندوق الوصف لو حابين تشوفوهم. برحب بكل متابعيني وبرحب بكل متابعين الجداد. نورتوا مطبخ توتي. هنعمل صينية الجلاش بحشوة بسيطة وبطريقة سهلة وناجحة ومظبوطة، وهعلمك كمان تعملي شربات الحلويات الشرقية بطريقة سهلة جدا ومظبوطة جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، دعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد من كل وصفة انا بعملها في مطبخ توتي. يلا نبتدي فيديو النهاردة. انا عندي لفة من الجلاش، انا قسمتها على 2. هاخد نصها اعمل بيه صينيه الجلاش بتاعه النهارده، والنص التاني هعمل بيه شكل تاني من الجلاش. انا دايما بحب اقدم الجلاش بشكلين مختلفين، بيبقى حاجه جميله كده وقت التقديم، بدل ما يبقى شكل واحد يبقوا شكلين واحد. دايما وصفات الجلاش عندي بتبقى سهله جدا في التحضير وسهله لو انت هتنفذيها حتى لو لاول مره. انا هاخد 7 ورقات من الجلاش احطهم في قاع الصينيه، وهاخد 7 ورقات تانيين هحطهم في الوش، وفي النص طبعا هنحط الحشو. لو حابة تزودي عدد الورقات الجلاش عن كده ممكن تخليهم 9 ورقات، لكن ما تزوديش عن كده علشان ما تبقاش القطعة ورقها كتير. لما بتبقى قليلة بتبقى خفيفة وبتبقى هشة ويبقى طعمها احلى. انا هنا بقيس قاع الصينية على قد الجلاش عشان انا مش عايزة الجلاش يبقى فيه زيادات، انا عايزة اقطع ورقة الجلاش على قد قاع الصينية بالظبط. ده هيسهل لي في خطوات العمل، بدل ما احط الورقة واقص منها زيادة، لا انا بقص من الاول بحيث ان انا ارص طبقات الجلاش فوق بعض. انا كده حضرت الطبقات بتاعتي، 7 ورقات للقاع و7 ورقات للسطح. هاخد اول 7 ورقات واحطهم في الصينية. انا مش هحطهم طبعا مرة واحدة، انا هحطهم طبقات وبين كل طبقة والتانية زبدة علشان يديني التوريقة بتاعت الجلاش ويديني هشاشة. دي زبدة انا سيحتها، ممكن تستخدمي سمنة بلدي لو حابة، او اي خليط من المواد الدهنية اللي انتي بتفضليه. هدهن القاع دهنة كده محترمة كويسة علشان قاع الصينية بتاعي يحمر كويس. وهبتدي اضيف الورق في قاع الصينية، شايفين عشان انا خدت المقاس مظبوط. ده هيسهل عليا في الرص جدا جدا. خطوة مهمة جدا ان انتي تدهني ورقة الجلاش كلها تماما، ما تسيبيش فيها اي حتة فاضية، لان الزبدة هي اللي هتديني التوريقة لقطع الجلاش، هي اللي هتخلي الجلاش بتاعي طبقات. بصوا انا باخد ورقة وادهنها كلها كويس جدا وورقة تانية وهكذا لحد ما هخلص ال7 ورقات. بعد كده هحضر الحشوة بتاعتي. انا عندي سوداني مجروش وعندي جوز هند، حوالي ربع كوباية وربع كوباية، يعني مجموع الحشو نص كوباية. هي الصينية صغيرة ومش هتاخد كمية كبيرة. هخلطهم مع بعض كويس جدا. طبعا دي المكسرات التقليدية العادية الموجودة في اي بيت، ممكن تستخدمي انتي اي نوع مكسرات انتي بتحبيه. انا هنا بضيف معلقتين صغيرين من السكر على الحشوة عشان لما احطها في الصينية مع حرارة الفرن السكر هيمسك في الحشوة ما يخليهاش تفرفت كده وقت التقطيع. انا هرص الحشوة بايديا عشان اوزعها كويس، هيبقى افضل من المعلقة، لو بايديكي هيبقى اسهل. بحاول ابعد عن حرف الصينية شوية عشان الحشوة لو جت على الحرف هتتحرق لما ادخلها الفرن. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة
وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها بإذن الله. أنا كده حطيت الحشوة كلها زي ما انتوا شايفين. كمان أنا هضيف شوية كده من الزبدة على المكسرات اللي أنا حطيتها. الزبدة والسكر مع المكسرات هيتماسكوا جدا لما يدخلوا في الفرن. انا بوزع كده بالفرشة من بعيد علشان جوز الهند ما تمسكش في الفرشة، يعني باخد كده من الزبدة وبحط قطرات كده رايح جاي بوزعها على الحشو. كده خلاص انا جهزت الحشوة بتاعتي وحطيت لها الزبدة بتاعتها. هبتدي احط الرق التاني من الجلاش. هضغط ضغطة خفيفة جدا جدا بحيث ان المكسرات تتماسك مع بعض، وهبتدي احط الزبدة زي ما قلت لكم. نغطي ورقة الجلاش كلها بالزبدة علشان يديني الطبقات. طبعا بنفس الخطوات هكمل ورق الجلاش. انا هقطعها مثلثات، حابة انتي تقطعيها مربعات زي ما تحبي طبعا الشكل اللي تحبي تقدمي بيه. انا هقطعها مربعات كبيرة، وبعد كده كل مربع هقسمه على 2 بالورب فهيديني مثلث زي ما انتوا شايفين. هبتدي اغطي وش الصينية بكمية وفيرة من الزبدة علشان انا محتاجة ان الوش بتاعي يحمر، وكمان الزبدة تدخل بين طبقات الجلاش وتورقه. اما تدهني كمية وفيرة من الزبدة بالفرشة زي ما انت شايفة كده افضل ما تحطي كمية دهون كتير للجلاش عشان يورق معاكي. هي الفكرة، وانت بتوفري كمان في كمية الدهون. هدخله الفرن بقى على درجة حرارة 170 لحد ما الجلاش ياخد لون في القاع، وكمان هشغل الشواية علشان الوش يحمر. هبتدي احضر الشربات. انا حطيت 2 كوباية من السكر، هضيف عليهم 1.5 كوباية من المية، وهرفعه على النار. من بدء الغليان هيغلي حوالي 7 دقايق، وهبتدي اعصر له كمان نص ليمونة عشان ما يسكرش معايا. لو عندك جلوكوز ممكن تضيفي معلقة من الجلوكوز كمان. شايفين بعد ال7 دقايق ابتدى قوامه يتقل. انا صبيته في البولة، شايفين قوامه تقيل ازاي. هنا كمان كان الشربات دافي شوية فالقوام كان خفيف، لكن لما بيبرد بيبقى تقيل جدا. ده افضل لانها كده انت هتحلي الجلاش وفي نفس الوقت هيفضل مقرمش. هبتدي بقى اضيف الشربات اللي انا حطيته على الصينية. هضيفه بالمعلقة كده على كل جزء. طبعا حابة تزودي الكمية العسل تقلليها، دي حاجة ترجعلك حسب الحلاوة اللي انت عايزاها للجلاش. لو انت عايزة الجلاش يطرى شوية معاكي بعد ما تحطي الشربات تغطي الصينية، لكن انا بفضل ان الجلاش يفضل مقرمش كده وهش. انا بحبه طعمه كده. شايفين بقى القطعة متماسكة، في رقات باينة فيها، والحشوة في النص اخدت لون ذهبي جميل. شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين، والطريقة سهلة جدا جدا. لو انتي ما عندكيش وقت تلفي الجلاش صوابع، اعملي صينية بالطريقة دي هتنجح معاكي وهتبقى متماسكة وجميلة جدا. شايفين الرقات وشايفين المكسرات اللي في الطبقة الوسطانية. طريقة سهلة جدا للجلاش الحلو، ما بتاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت طعمها لذيذ جدا جدا. عشان حطينا كمية وفيرة من الزبدة عطاني رقات ازاي زي ما انتوا شايفين للجلاش. انا دقته كمان كان طعمه مقرمش وهش، وكان طعمه حلو جدا جدا. جربوا وصفتي، واللي يجربها يدعيلي دعوة حلوة. اديله لون ذهبي كده حلو. الوصفة لذيذة جدا وسهلة في التحضير. اهم حاجة تدهني بين طبقات الجلاش الزبدة بكمية وفيرة، وتغطي الورقة كلها. وما تنسيش معلقة السكر على المكسرات علشان دي اللي هتعمل تماسك للمكسرات. لما تيجي تقطعيها المكسرات مش هتخرج بره الجلاش.
الشربات طبعا اي شربات للحلويات الشرقية لازم يبقى قوامه سميك، علشان الحلويات الشرقية الافضل انها تبقى هشة كده ومقرمشة. الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب فكرة الفيديو تكون وصلت لكم. طريقة التنفيذ سهلة جدا جدا، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. انتظروني في الفيديو القادم. سلام.